بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل مع بعض النهاردة المناخ اللي درسناه الحصة اللي فاتت. كنا بنتكلم عن المناخ في مصر، والنهاردة هنتكلم عن الأقاليم المناخية في مصر. طيب نبدأ النهاردة. يعني إيه إقليم مناخي؟ يعني مثلا نقول إحنا عندنا المدرسة بتاعتنا في منطقة العبور مثلا. عندنا مثلا منطقة العبور لو لقيناها شبه منطقة مدينة نصر في المناخ، لأنها شبه منطقة مثلا المهندسين. 3 أماكن بعيد عن بعض بس هم متشابهين في المناخ، في المطر، في الحرارة، في الرياح، فبنقول عليهم إقليم مناخي. بنقول عليهم إقليم إيه؟ مناخي. كلمة إقليم مناخي يعني إيه؟ منطقة محددة على سطح الأرض تتميز بصفات مناخية تميزها عن غيرها أو مختلفة عن غيرها، يعني أو مساحة من الأرض تتشابه في خصائصها المناخية. يعني مساحة من الأرض زي مساحة العبور مثلا، مع مساحة مصر الجديدة، مع مساحة منطقة الزمالك والمهندسين، شوف بعيد عن بعض خالص بس هم متشابهين في الخصائص بتاعتهم المناخية، فبنقول عليهم الإقليم المناخي أو الأقاليم المناخية. عندي في جمهورية مصر العربية بلدنا الحبيبة ممكن نقول إن إحنا عندنا 4 أنواع من المناخ، أو عندنا 4 أقاليم مناخية. هنجيب الخريطة ونشوفها مع بعض، بس الأول بعد ما نستعرضهم كده بيقول لي أول إقليم اسمه إقليم البحر المتوسط. بعد كده إقليم شبه الصحراوي، الإقليم الصحراوي، إقليم المرتفعات. هنبدأ بإقليم البحر المتوسط. طالما قلنا بإقليم البحر المتوسط يبقى أكيد ده على جانبي البحر المتوسط. يعني إقليم البحر المتوسط أو المنطقة المناخ اللي اسمها البحر المتوسط دي فين؟ موجودة على طول الساحل الشمالي لمصر، على ساحل البحر المتوسط. منين لفين؟ بيقول لي من رفح شرقا حتى السلوم غربا. عايز اجيب لكم الخريطه اوريها لكم اهو. الحته دي اللون ده كده اللي انا ماشي عليه بالسهم ده اهو، من رفح شرقا من المكان ده كده لحد السلوم غربا، كل المنطقه دي اسمها منطقه مناخ البحر المتوسط. طيب نرجع تاني للشرح. اقليم البحر المتوسط ده بيقول لي ايه هي خصائصه المناخيه. طبعا ده اكتر مكان في مصر اعتدال في درجه الحراره. درجه الحراره بتتوسط في المكان اللي احنا شاورنا عليه من شويه ده من 14 درجه شتاء و23 درجه صيفا. احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان الموقع بالنسبه للماء بيأثر في المناخ ازاي؟ بيقلل المدى الحراري اليومي والسنوي، صح؟ يعني ايه بقى؟ نفتكر مع بعض. يعني الفرق بين درجه حراره الليل والنهار بتبقى قليله، والفرق بين درجة حرارة الصيف والشتاء برضه بتبقى قليلة بسبب تأثير البحر المتوسط. يبقى المكان ده اللي هو مناخ البحر المتوسط نقول 1 أكتر مكان معتدل في الحرارة في مصر. 2 بيقل فيه المدى الحراري اليومي والسنوي. وبرضه هو أكثر أقاليم مصر مطرًا، أكتر مكان بينزل فيه مطر. طبعًا معظم المطر في المكان ده بينزل في فصل الشتاء. افتكروا برضه الحصة اللي فاتت احنا قلنا عندنا لما قلنا فصل الشتاء في نوعين من الرياح، رياح شمالية تجارية ورياح غربية عكسية. الرياح الغربية العكسية دي هي السبب في وجود المطر. وطبعا مدينة الإسكندرية أكثر مكان في مصر فيه مطر. يا ترى إيه السبب؟ طب عشان على البحر؟ لا طبعا. لما احنا عندنا بورسعيد على البحر ودمياط على البحر ورشيد على البحر، اشمعنى اسكندرية اللي أكثر مدينة فيها مطر في مصر؟ عشان الرياح اللي هي الغربية العكسية وهي جاية بتكون متعامدة على خط الساحل. تكون متعامدة على خط ساحل. يعني ايه متعامدة؟ مدينة الإسكندرية داخلة في البحر شوية، خلاف المدن الأخرى مش داخلة في البحر. أما مدينة الإسكندرية متعمقة داخل البحر، فالرياح وهي جاية بتخبط في الساحل أو في الشط بتاعها، عشان كده بتنزل مطر، وهي أكتر مدينة في مصر مطر. طبعا ترتفع نسبة الرطوبة جدا، لأن برضو من مؤثرات البحر أو من مؤثرات الموقع البحري ان هو بيبقى فيه نسبه رطوبه عاليه جدا، وعرفنا ايه الرطوبه الحصه اللي فاتت. يبقى احنا خدنا مع بعض دلوقتي اول اقليم مناخي في مصر اقليم البحر المتوسط، اللي قلنا من رفح شرقا حتى السلوم غربا. نشوف على بعض على الخريطه تاني اهو. الجزء ده اللون ده هو طبعا موجود من هنا لحد طنطا اهي،